الماسك اللي يستاهل ان هو يتقال عليه معجزة طبيعية، يستحق فعلا مليون مليون المية. بيشد البشرة وبيفتحها وبينضفها، وكمان بيديلك احساس كأنك لسه طالعة من جلسة تنظيف فخمة كده في عيادة غالية. كل ده بمكونات من المطبخ. خليكي معايا للآخر، وعلشان كمان اقولك ازاي تستخدميه صح وكمان توصلي لأحلى نتيجة خرافة من أول استخدام. ركزي كده في اللمسات بتاعة الماسك. شايفين شكله؟ شايفين الجمدان؟ والله العظيم يا بنات ماسك جامد من الآخر. شايفين؟ أنا بحب قوي الماسكات اللي بتبقى فوم كده، يعني بتعمل حاجات في البشرة بتحسسك كده انك اتولدتي من جديد، بشرة بيبي بالظبط. انا لما جربته بنفسي وفعلا اول مرة شفته على السوشيال ميديا قلت مستحيل، بس لما جربته وشي بجد فرق جدا 180 درجة. بياض بيضة، محتاجين بياض بيضة واحدة، وكمان محتاجين بشر عصير طماطم علشان هنحتاج العصير، ونص ليمونة، يعني نقطة كده او اتنين مش كتير، ومعلقة من السكر او نص معلقة من السكر، وكمان محتاجة رشة بسيطة كده من البيكنج باودر. الخلطة دي هتشتغل على كذا حاجة في نفس الوقت. الطماطم اللي فيها الليكوبين بتفتح لون البشرة وبتحارب جدا جدا البقع السوداء. البياض بيشد البشرة كأنه سيروم كده، شد فوري. والبيكنج باودر بينظف المسام بعمق، والسكر بقى بيعمل زي صنفرة كده للبشرة وبيشيل كل الجلد الميت. وطبعا الليمون بيدي إشراقة ولمعة رهيبة. يعني كده باختصار هيديكي تفتيح وشد ونضارة في ماسك واحد. قوليلي بقى انت محتاجة ايه تاني لبشرتك؟ تعالي بقى نعمل المزيج ده مع بعض. هتجيبي بولة صغيرة بالشكل ده، وتحطي فيها بياض البيض الأول، وعايزاكي تضيفي عليه عصير الليمون، أو ممكن تضيفي البيكنج باودر مع عصير الليمون، وبعدين السكر، واخلطيهم كويس جدا لحد ما القوام يشبه كده الكريم الخفيف. وهتبتدي بقى في آخر حاجة تضيفي عصير الطماطم. هتفردي الماسك ده على وشك ويكون نضيف بفرشة او باطراف صوابعك، بس خليكي لطيفة على البشرة، طبعا بحركات دائرية. وهو هيبقى سهل جدا في الفرد لانه عامل زي الفوم كده، فهيبقى لطيف وناعم جدا. ما تقربيهوش من منطقة العين لو سمحتي. 10-15 دقيقة كده وبدأ يشد بشرتك، افركيه بالراحة جدا، وتغسلي وشك بمية فترة. واول ما هتبصي في المراية هتصدقي ان ده وشك فعلا، هتفتكروا ان ده وشك فعلا، ولا هتقولي لا مش انا. هتحسي فعلا انك صغرتي 10 سنين في ربع ساعة. ملمس ناعم، اللون بقى واحد، البقع خفت جدا. اعملي الماسك ده بقى 3 مرات في الاسبوع، وخلال الاسبوع ده هتلاحظي فرق فظيع رهيب، خصوصا لو كملتي بعدها بقى بمرطب خفيف كده او سيرم طبيعي زي الالوفيرا. ممكن تجيبي زيت جوز الهند وترطبي بعديه. انا بحب جدا زيت اللوز، تحفة يا بنات، زيت اللوز الحلو فظيع ملوش حل في الترطيب وكمان تفتيح. لو ما عندكيش حاجة خالص ممكن كمان حتة صغيرة جدا جدا من زبدة الشيا. بس لو بشرتك بقى حساسة، انا مش عايزاكي في الماسك ده تكتري ليمون. جربي الاول على منطقة صغيرة، لو حسيتي بقى باي التهابات، اي هرش، اي احمرار، وقفي ما تكمليش. الماسك ده اكيد مش هيكون مناسب ليكي. طيب ممكن نستخدم ايه بديله عشان نستفيد من فوائد الماسك؟ ممكن تستخدمي مية الورد نقطتين كده او نص قطارة، او لو انتي عندك بديل الليمون اللي هو السائل المركز اللي بيتباع في اي سوبر ماركت، بتاخدي منه برضو معلقة صغيرة. ده بيبقى لطيف جدا على البشرة وما بيسببش اي التهابات خالص خالص، ولا اي احمرار كمان. ما تنسيش بقى التفاعل بتاعنا الحلو. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. شير ولايك للفيديو لو عجبك، سبسكرايب طبعا علشان خاطر يوصل لكل الحلوين اللي مهتمين بالوصفات الطبيعية. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، واكتبي لي في الكومنتات ايه نوع بشرتك، وقولي لي بصراحة بتحبي الماسكات اللي فيها شد البشرة ولا اللي بتدي لمعة اكتر. انا نفسي اشوف رأيكم في المرة الجاية. هعمل ماسك مخصوص حسب اكتر نوع انتوا هتكتبوه.